مرة أخرى في قضية شغلت الرأي العام. يعني هناك من اعترض وهناك من وافق وهناك من أيد، لكن لا يشك أحد بأن هي بالفعل قضية من القضايا الهامة التي يعني ستؤثر على المستقبل أو شكل الدولة في مصر، ولا سيما أنه هناك إرهاصات حول الدستور الجديد وكيف ستكون شكل الدولة، ما هو يعني المادة الثانية من الدستور وما أثير حولها من جدل، وإلى الآن لازال يعني ثائر هذا الجدل وتفعيلها. فهذه القضية بالفعل هي قضية لابد من أن تطرح بأشكالها المختلفة. أرحب بضيوفي في الفقرة الثانية سيادة الرائد هاني ماهر وصديقي كمان يعني العزيز سيادة الملازم أحمد حمدي، الأمين الفنجري صلاح. أهلا وسهلا. أبدأ بصديقي سيادة الرائد هاني. الحقيقة يعني كما وجه الشكر للقناة بادئ ذي بدء الأول ودبش كلامنا. حضرتك لنا موقف معانا مشرفه يعني. الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. احنا عايزين نبدا يعني بسؤال، يعني الا ترى انه هذا المظهر وان كان يعني عند البعض مظهر مستحسن للغايه، لكن عند الاغلبيه هو منظر صادم الى حد ما، لانه عين المجتمع، ان احنا عارفين الفكر الجمعي والعين ترى وفقا لما بها من ثقافه مورست، ولا يخفى على الجميع ان مصر كانت في حاله يعني فراغ ديني منذ فترة طويلة، وبل اضطهاد حتى يعني لمظاهر التدين. فهذه الصدمة هنا ألا تستلزم بعض الوقت لتأهيل المجتمع لقبول مثل هذه الأمور؟ والسؤال اللي هيبقى مرتبط مباشرة، الشرطة، جهاز الشرطة ده هل يعد يعني احنا لو يعني جهاز مدني أم جهاز عسكري؟ لأنه لو جهاز مدني كنت ممكن تتعاملوا زي المذيعات مثلا اللي جم ووافقوا لهم، المضيفات اللي مثل هذه الأمور، لكن يبدو أن هناك حساسية بما أنه جهاز عسكري. فأنا أسمع منك تعليق على هذا الأمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أول حاجة ندي التحية للقناة ولحضرتك. احنا أولا الشرطة هيئة نظامية مدنية وليست جهاز عسكري. محمود نص يعني هو منصوص عليها كده. أيوه 109 تمام. تكون هيئة شرطة هيئة نظامية مدنية تمام، مش عسكرية. عسكرة الدولة والفقه حضرتك بتتكلم عليها، ده الكلام ده من أيام الاحتلال الإنجليزي. كان أصلا الضباط ملتحين والقيادات ملتحين. يعني قبل الاحتلال الانجليزي في مصر كان ضباط الشرطه ملتحين. تمام. ليه بقى حضرتك؟ ليه حصل بقى تدخل هنا سياسي بمعنى عسكرة الدولة، بمعنى تحويلها من، حضرتك فاهم الكلام ده، من دولة قانون إلى دولة بوليسية. دولة بوليسية بالسين طبعا. تمام. بمعنى ان ايه؟ ان الأنظمة الحاكمة تكون هي تحكم بالسياسة وليست بالقانون. مع حضرتك ده بالنسبه للجزء اللي هي العسكرة، ويكون الجهاز الامني هو الذراع السياسي، تمام، مش يعني مجرد هو موظف. هي دي التي تفتش في الاخر، ممثله للنظام السياسي القائم. تمام حضرتك. فدي بالنسبه لايه؟ للعسكره انها هي نظاميه مدنيه. بالنسبه للحريات طبعا الدوله ما حدش يختلف مما لا شك فيه، ان كانت طبعا كان كل اي مؤسسه كانت تهاجم واي فرد كان يهاجم في موضوع الحريه ده، انه ده شيء لا يختلف فيه، محدش يختلف فيه كده. والدليل على كده ان كان كل الناس ما كانش حد بيتمتع بمظاهره مثلا ان مثلا عايز يطلق ريحته كان انت عارف حضرتك بيحارب، او مثلا ترتدي الحجاب او النقاب او كده. طبعا الشأن الداخلي دلوقتي الحريات، المضيفات، المحجبات والمذيعين المظاهر دلوقتي قضيه السعتاب. هو ليه اصلا انحصار الموضوع ده دلوقتي؟ ده سؤال مهم نفرضه احنا بقى على المجتمع. طب ليه دلوقتي؟ ليه انتوا اللي بداتوا دلوقتي؟ تمام. انا مع حضرتك. احنا اول حاجه احنا قدمنا طلبات زي ما العقيد ياسر ارشاد. تمام. قبل ما يحصل مثلا يجي رئيس جمهوريه، وقبل ما يجي رئيس وزراء، وقبل الكلام ده كله. تمام. فدي احنا بنقول احنا اصلا كان ما ينفعش انك تقدم الحريات قبل كده. ما كانش ينفع تطالب بحريه زي دي قبل كده. طبعا بلا شك. النظام كان ديكتاتوري، وكان نظام ضد الشعب المصري بصفه. انا اقول لك حاجه لحضرتك طيب، وده لا تخفى عن الجميع. كان اصلا فهمني اللي بيجي يعني كان ضباط حرس الجامعه وضباط امن الدوله، الكلام ده معروف بلا ادنى شك. كان اللي بيبقى مثلا منتقبه بيجيبوا الفرع الرابع ويكتبوا فيه ضباط شرطه اللي منتقبه. مش بس كده، المدنيين. انت دلوقتي في كليه التجاره او كليه السياسه والاعلام او طب مثلا، انت داخل بتلاقي ضابط حرس الجامعه سلم عليه، صباح الخير يا فندم، اهلا حضرتك، بيقعد بيبقى معاه ناس بيعرف انت انت اخوان سلفي كذا كذا كذا، بيعرفوا بعدين يبتدي تلاقي فيه زيارات بالليل. تمام. تيجي تجيب حضرتك وفي اي مظاهره يدفع بيك. طب ما الكلام ده كان، ما تقوليش ليه ما كنتش بتعمل كده، ما انت عارف ليه. وكان حد بيعرف يتكلم. وهل انت مثلا القضايا اللي بتعرض دلوقتي كانت هينفع تعرض قبل كده؟
بس كده. طيب هنا برضو الكلام ده هيحيلنا، والكلام ده بقى اتوجه لسياده الملازم الاول، يعني العوائق. يعني انت نظرتك ايه للعائق الحقيقي لمثل هذا الامر من قاده في وزاره الداخليه؟ يعني النهارده لو بنتكلم عن النظام القديم، محمد ابراهيم مثلا اللي مشي، كنا نعلم جيدا ارتباطه بالنظام السابق، دي خلاص دي موضوع محسوم ومفيش كلام يعني خلاص والناس كلها عارفه. اما الوزير الجديد لا اظن ان هو مرتبط ارتباط مباشر، هو كان يعمل مع النظام السابق، لكن طب ايه هو يعني ما هو سر يعني برغم ان انت بتقول لي في احكام قضائيه كثيرة جدا والأحكام دي يعني نافذة وليك تعقيب على الحكم المحكمة الإدارية بتاعت القاهرة، فأسمع منك لماذا إلى الآن لا يلتفت أحد من مسؤولين وزارة الداخلية تحديدا يعني لمثل هذه الأمر؟ اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. بدايه طبعا زي ما اخونا الرائد هاني يعني تفضل بشكر القناه وشكر لحضرتك لتبني هذا الموضوع، ونتمنى ان كافه الاحزاب السياسيه سواء ليبراليه او علمانيه او اسلاميه تتبنى هذه القضيه، لان هي من باب الحريات. الذين ينادوا بالليبراليه والحريه فهذه حريه. الاحزاب الاسلاميه من باب الاسلاميات بالنسبه للاسلاميين فيها كلام يعني انت عارف، ما هي دي اشكاليه كبيره بقى، خلي بالك يعني طبعا ما هي دي اشكاليه كبيره للاسلاميين، دي فيها موضوع يعني خليها على جنب. احنا دي اشكاليه كبيره احنا بننادي بيها. هل الحريات عندكم مشخصنه لها اشكال معينه؟ هل جميع الحريات مكفوله ما عدا حريه ممارسه الشعائر الاسلاميه؟ فطبعا احنا بننادي بان هم يتضامنوا في هذه القضيه. اما موضوع ايه العائق في وزاره الداخليه، ان هي لسه الوزاره زي ما هي. يعني لسه زي ما هي. ايه اللي تغير في الوزاره؟ الوزير بس. لكن مساعدين الوزير زي ما هم. فكر حبيب العدلي زي ما هو فعلا طبعا يعني، وده احنا وجدناه في القيادات. طب من حيث ايه يعني من حيث ايه؟ اولا مفيش حاجه اسمها عندهم قانون. يعني مفيش حاجه اسمها مبدا القانون لسه اللي هو الضابط بقى اللي هو بيله يشرب ميته كده يعني احنا لسه لا زال الكلام ده. بص حضرتك، سبب موضوع اللحيه ده ليه اتجاهين عندنا مش اتجاه واحد. اول حاجه اتجاه شرعي واسلامي وتدينا لله عز وجل. تمام. ثم ان الوزاره تعترف ان هناك قانون يجب ان يحترم. ليست التعليمات، ليست الاولى بذلك يعني، ليست الاهواء الشخصيه للقيادات والمسؤولين، ليست اتجاهات الدولة هي التي تحكم وزارة الداخلية، إنما يحكمها القانون. فسابقا كنت تيجي مثلا بالليل زي ما الرائد هاني تفضل، تعالى حضرتك أنت تقبض عليا ليه؟ تعليمات. فلان ممسوك بحرز كبير، فلان أصلي فلان اتصل بيه ولازم يمشي. ليه؟ تعليمات. فلان احبسه ليه؟ تعليمات. كل الكلام ده اللي ودى البلد في داهيه هي قصه التعليمات. طب النهارده احلق دقنك ليه؟ تعليمات. طب انا عايز اربيها، طب انا عايز اعفي لحيتي. ليه تعليمات؟ طب دي تعليمات رسوليه. هي بقى يعني الثانيه دي تعليمات هي دي اشكاليه شرعيه اشكاليه يعني عندهم كبيره. ان انا دي العرقله اللي في وزاره الداخليه اللي هي عقليه وزاره الداخليه، تتمثل في عقليه مساعدين الوزير، عقليه الصف الاول والصف الثاني، اللي هم يروا ان دي مش كارثه، يمكن يروا ان دي كارثه اكتر من الثوره. طب ما يمكن سياده الملازم بس عشان برضه هو توارث برضه. نعم توارث المعتقد ماشي. لا انا بس عايز اقول ايه، عايز اقول لا احنا في حصل تغيير لا ننكره يعني في النظام بصفه عامه، بس انا عايز اقول حته كده يعني نطرحها. ما يمكن يعني مساله مرحليه يعني اطلاق الحريات. كويس. يعني احنا شفنا راي الرئيس محمد مرسي في بدايه هذه الحلقه ان هو بيقول لك انا معه، كان على فكره ده يعني الراي ده كان يحسب عليه سلبي اياميها، لانه كان فيه هجوم شرس ضد التوجه الاسلامي وكده، والراجل يعني ابى بان هو يعني يوائم في الحته دي. فبالتالي النقطه بقى يعني يمكن في مساله مرحليه التطبيق حتى لا يكون في قرارات صداميه تثير مثلا حتى على المجتمع الدولي. يعني يقول لك مثلا مصر هيبقى شكلها، اصل خلي بالك احنا ضباط الشرطه طبعا بعدين مصر الان ضباط الشرطه تمثل هويه الدوله، شكلها على طول يبان كده يعني. مش بس كده حضرتك دلوقتي هو حضرتك نظره اجتماعيه دوليه، انت دلوقتي كاعراف دوليه مصر دلوقتي تتبوأ مكانه كبيره، هي قام المارد العملاق خلاص. قام المارد العملاق تمام، بمعنى ان هو دلوقتي ياتي قاطره تدفع ايه من خلفها تجر من خلفها تمام القطارات. هو شاء من شاء ابى من ابى. فما ينفعش ان الاعراف الدوليه تقول ان ما فيش دوله اصلا تمام تمنع الضابط. كم دوله؟ 4 5 دول. هذا ليس عرف دولي، العالم كله ده عرف شاذ. مش عارف دولي ده. دول واسبابهم عشان منهم تركيا طبعا، اتاتورك والعلمانيه والكلام ده كله الزوال يعني، والجزائر برضه الفرنكوفونيه تمام.
طب معلش اخد الامين لانه ما اتكلمش، الراجل ظلمناه يعني. وهو ليه حاجه عنصر مهم، امناء الشرطه والناس دي هم المحتكين تماما مع المجتمع. يعني انا يعني في بعض الناس يقول لك انا مش متخيل واحد ملتحي يمسك مثلا مجرم ويقعد يضربه او يجري وراه او يهدده. انت عارف هيبه الدوله. انت عارف دايما الراجل الملتحي ده راجل طيب كده وجميل وعم الشيخ وبتاع والكلام ده، ازاي تجري ورا مجرم واحد شكله كده وبتاع؟ يعني قول لي رؤيتك ايه في المساله دي؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ربنا يفتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اولا بشكر حضرتك على ان انت يعني استضفت القضيه دي. جزاك الله خير. بالنسبه لحضرتك الموضوع ان انا كنت امين شرطه، هل الهدف الاول لازم أن اكون شخصيه؟ هل الاسلام والالتزام والحيتي هو اللي هيخليني مش اكون شخصيه؟ يعني في مكان سيدنا عمر الخطاب لما كان بيؤم العالم كله، هل سيدنا عمر كان انسان متهاون؟ كان انسان شديد بعدل؟ مش المطلوب مننا كوزاره داخليه او كامين شرطه ان انا عشان ابقى محترم مش معنى كده ان انا ابقى ايه؟ ابقى انسان تافه او بدروش زي ما بيقولوا بالعرب. ثقافه المجتمع عايزين نغيرها بقى في الفتره السابقه. لا ان شاء الله هيشوفوا بعد كده ان شاء الله. بالنسبه لامين الشرطه الملتحي او الضابط الملتحي، والله احنا بنتمنى من الله. طب حته معلش ان شاء الله، بس حته عشان الوقت طبعا بيدركنا وبيكلموني في الكنترول. لو دخل عليك واحد برضه في القضيه، واحد مسيحي واحد نصراني مثلا، مسيحي ودخل هو لابس الصليب وانت ملتحي، دي مش هتعمل نوع من ايه فاعليه معاك؟ او يعني او نتكلم على ان انت مثلا ممكن تتعامل معاه مش كويس، او هو نفسه يتخض منك او يحصل له فيه رياكشن سلبي؟ يعني هو هتتعامل معاه ازاي؟ هو اصلا يعني بلاش منه. انا ديني وعقيدتي الامرت ان انا اعفي لحيتي. هي برضه نفس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا باهل الكتاب خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني يعني تبقى ايجابيه لصالح العلاقه ما بين المسلم والمسلم. قال من اذى ذميا فقد اذاني. هتظبطك يعني. لا اي حاجه ثانيه برضه حضرتك معلش. انا عايز انبه في موضوع المسيحي ده، حاجه مهمه جدا. ليه احنا بنقول ان المسيحي يخش عليا ويبقى خايف مني؟ طب ما نعكسها، خلي الضابط المسيحي قاعد يدخل عليه واحد تاني عندك قضاء ملتحين. هل اصلا في حاجه اسمها فتنه وفي حاجه اسمها حساسيه؟ لا مفيش، ما هو ده كله لعب سياسي اصلا مش موجود. مين اللي بيعمل الدور ده بقى؟ النظام السياسي السابق لانه كان بيتلعب بيه للسيطره علينا. طب معلش عشان الوقت هم بيكلموني، اخد كلمه اخيره بس كده ورساله موجهه من حضراتكم كده، وابدا بسياده الرائد صديقي طبعا عشان اتفضل. انا نوجه رساله تمام طبعا لجموع الشعب تمام، لان الفتره المرحليه دي فتره ربنا من علينا ان احنا شفنا الكلام ده. الناس طبعا في ناس اجداد ماتوا وما شافوش التغيير. صحيح. ولكن وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تمام. سنه ربانيه، سنه كونيه، لن تجد لسنه الله تبديلا. شفت النصر الان، وثقه في الله انا منصورون. اوجه للضباط والافراد انا منصورون ان شاء الله. ان ثقه في الله انا منصورون ان شاء الله. انا مش هنتظر من عبد. صحيح فعلا والله انا مش هنتظر من عبد. ثقه في الله ان منصورون ان شاء الله باذن الله. حتى ممكن بعض الناس ممكن تقول لك ما تقولش ان شاء الله، ده قطعا ان منصورون. تعليقا يعني تحقيقا لا تعليقا. سياده المنازل احنا بنوجه رساله للسيد رئيس الجمهوريه ونقول له مش موضوعنا بس المهم، احنا بنناشد سيادتك بعوده ضباط 8 ابريل للعمل. ممكن يكونوا هم غلطوا في الثوره، لكن طبعا هي ثوره ومفيش احكام قضائيه بتطبق في الثوره، بتبقى هي ثوره وثوره شعب. فاحنا بنناشد سيادتك ان حضرتك ما تنساهمش وان حضرتك تعيدهم الى العمل. هم ايضا وقع عليهم ظلم شديد ومتضررين هم وذويهم واهاليهم من هذا الامر. نتمنى حضرتك ما تنساهمش. بالنسبه احنا لنا تصعيدات في موضوع في موضوع قضيه ضباط الملتحين. بدايه احنا عملنا الوقفه قدام وزاره الداخليه بعد ما عملنا 3 طلبات لوزير الداخليه لمقابلته ولم يتم الاستجابه لينا. بعد ما عملنا طلب للسيد رئيس مجلس الوزراء لمقابلته وطلعنا الملف كامل للسيد رئيس مجلس الوزراء عشان يشوف قضيه ضباط الملتحين. اتصلنا جميعا بديوان المظالم، برضه ما فيش استجابه، لذلك قمنا بوقفه امام وزاره الداخليه وحتى الان لم يتم الاستجابه لينا. احنا بنصعد النهارده ان شاء الله باذن الله. بناشد كافه المشاهدين الدخول على صفحتنا على صفحه الفيسبوك انا ضابط شرطه ملتحي، واحنا عاملين مظاهره الكترونيه. المظاهره الالكترونيه دي عباره عن ان احنا كلنا هنخش على 4 صفحات: صفحه رئيس الجمهوريه، صفحه رئيس مجلس الوزراء، صفحه وزير الداخليه، صفحه وزاره الداخليه. هنحط كلنا رساله واحده على كل البوستات وكل المنشورات الموجوده على الصفحه بتقول مفادها، هي موجوده على صفحتنا، اللي عايز يخش ياخدها يحطها على الصفحات دي. بتقول مفادها ان احنا متضامنين مع قضيه الضباط الملتحين، ونناشد سيادتك بسرعه عودتهم الى العمل، ومتضامنين معهم ايضا في الوقفه الاحتجاجيه ان شاء الله يوم الجمعه القادم 14/9 ان لم تاتي المظاهره الالكترونيه دي بنتيجه، فان شاء الله في وقفه احتجاجيه يوم 14/9 باذن الله. الامين بقى 4 رسائل في اقل من دقيقه ان شاء الله. اولا رساله لاخواني من الضباط والافراد اللي عايزين يلتحوا ويكونوا على سمت وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن خايفين من ظروف الماديات، اقول لهم في السماء يرزقكم ما توعدون. رساله لاخواننا من الضباط والافراد اللي هم الملتحين، بقول لهم اثبتوا، بقول لهم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا، بقول لهم والله العظيم والله الذي لا اله الا هو، ان لم تحيي هذه السنه على ايدينا في وزاره الداخليه سيستبدلنا الله وياتي بقوم اخرين يعني تحيى هذه السنه على ايديهم، فاثبتوا. رساله للسيد وزير الداخليه، بقول له يا سياده الوزير، علمنا عنك انك صاحب دين وصاحب خلق، اذا كان القانون انصفنا واذا كان قانون وضعي وانصفنا والدستور انصفنا، فليه مش عايزين من حضرتك تكون سبب في محاربه احياء سنه اللحيه في وزاره الداخليه. رساله اخيره لسياده الرئيس، بقول له والله مبدئيا احنا بنحبك في الله، ولكن يا سياده الرئيس يعني انت صاحب لحيه، التزمت بهدي وسمة النبي صلى الله عليه وسلم، انت راجل حافظ كتاب الله وحافظ القرآن الكريم، وقد يعني سمعنا منك كثيرا برفع الظلم، وها نحن أصحاب مظلمة نرفعها لله الواحد الأحد ثم لسيادة الوزير. جزاكم الله خيرا. وإياكم سيادة الرئيس. أعزائي المشاهدين، مظاهرة الساعة 4، مظاهرة إلكترونية للسادة الضباط والأفراد الملتحيين، يبدو أنها ثقافة جديدة يعني توشك أن تولد في مصر الجديدة بعد الثورة، وأرجو من الله عز وجل أن يكون أصوات هؤلاء الرجال وهؤلاء الضباط وهؤلاء الأفراد الذين اختاروا يعني طريقهم شرعيا واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الالتحاء، أرجو أن هذا الصوت يصل إلى السيد الرئيس محمد مرسي، وأنا يقينا ومتيقن أنه مناصرا لهذه القضية. ربما تكون هناك موازنات أخرى، لكن يا سيادة الرئيس مش كل حاجة هنخضع للقصف الإعلامي وللانتميديشن اللي بيحدث في القنوات الفضائية والعلمانية والليبرالية. مش يعني يكفي ان انا اقول ان حضرتك رئيس محبوب لهؤلاء الناس اللي هم يعني يمثلونا ويمثلوا الثقافة ان شاء الله المستقبلية. اعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا، ولا زال الملف مفتوحا وان شاء الله سنحاول متابعته في الايام القادمة حتى ينتهي وفقا لما يقرره الشعب المصري وبالتمسك بهويته الإسلامية. وسعدت بلقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.